ولا تشكيله ولا اداء في الملعب ولا شكل هجومي ولا دفاعي. امال انت سيادتك جاي ليه؟ تعال نشوف في ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده وناريه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. طيب، النادي الاهلي كان بيلعب مباراه امام نادي بالماس اللي قلت لك عليها اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي. اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي لم يحضرها النادي الاهلي. زي ما بقولك الاهلي ما جاش المباراه من اصله، لان انت ولا عندك اي فكره عن كره القدم بطريقه الباليه اللي انت بتلعبها دي. هجومك مفيش هجوم، انا مش شايف لك هجوم، انا حرفيا مش شايف لك هجوم. انت بتلعب على الجنب اليمين زيزو وعلى الجنب الشمال تريزيجيه، تمام؟ تحت تريزيجيه عندك عطية الله، ولا بيهاجم ولا بيدافع ولا بيعمل اي حاجه. هو عارف انت دور طيشه حرفيا طيشه في الملعب. انت جاي ليه؟ طيب بتلعب ليه؟ الخطه يا جماعه عشان نبقى عارفين ان يحيى عطية الله كان بره اصلا خالص، بره كل الترتيبات. واللي كان قدام اللي كان تحت النظر العيش والدبيس، هما دول اللي كان ممكن يبداوا. قال لك الدبيس مش هيضيف معايا هجوميا. طيب لا معذرة، العيش مش هيضيف معايا هجوميا، الدبيس مش هيضيف معايا دفاعيا. فايه بقى؟ قال في عندنا لعيب باك كده كان بيلعب زمان اسمه يحيى عطية الله، لعبه اهو. يحيى عطية الله لعب ولا استفدنا منه هجوميا، ودفاعيا زبالة. المنطقة زبالة اللي هو بيلعب فيها. ايه يا جماعة؟ ولا هجوم ولا دفاع. على الجنب اليمين بقى تعالى كده يا باشا، كده لف معاه وتعالى محمد هاني فضيحة بعد الهدف الثاني. يعني دي مش جابها، ده جابها. ده لو جابها كانت احتلت، لو جابها كانت احتلت. لان ده يا جماعه مش طريقه لعب. عندك قدامه زيزو هيعمل ايه؟ زيزو لعيب لا حول ليه ولا قوه. عندك لما يلعب تحتيك محمد هاني فطبيعي جدا ان انت ما يوصلكش ولا قوه. زيزو لما كان بيحب ان هو يلمس الكوره كان بيدخل في قلب الملعب. ما فيه هيعمل ايه على الطرف التاني؟ لا واقف، كان بينزل هو ينص الملعب عشان يلعب كوره. محمد هاني بالذات بعد الهدف التاني لا يا بقى كارثه، مش موجود. وسام ابو علي بعد الخطأ الكارثي وجاب هدف في نفسه. بقى الكارثه مش ان هو جاب هدف في نفسه، الكارثه ان هو ما بقاش موجود بعد الهدف، مش شايف قدامه نهائيا. تمام؟ يعني مش قصدي ان وسام هو اللي مش شايف قدام. وسام طلع اصلا بعد الهدف. انا بتكلم ان الفرقه كلها عموما بعد الهدف ده مش شايفه قدامها. طيب ازاي بقى مدرب بالميراس ضحك على مدرب النادي الاهلي؟ مدرب بالميراس كل الناس عارفه ان هو بيسيب لك الاستحواذ. خد يا باشا الكوره العب بيها براحتك. ساب لك الاستحواذ اول ربع ساعه، ساب لك الكوره كلها وبقى يدافع. تمام؟ اجهدك دفاعيا بشكل يعني لا يتوقع احد. فرقه الاهلي ماتت دفاعيا. بعد كده مسك منك الكوره، تمام؟ بعد كده يا باشا انت ما خلاص انت بقيتش موجود، وساب لك الكوره تاني. قال لك استحوذ ليه؟ ان لعيبتك كده لسه في رمق، لسه بياخدوا نفسهم. لا خد استحوذ. طيب استحوذت معاك الكوره بتروح وتيجي، يلا بقى احرت يا اهلي. ساب لك الكوره ربع ساعه تانيه احرت في المباراه. هتعمل ايه؟ هتدي الكوره على الجنب الشمال مثلا لتريزيجيه. لا سلم واستلم. انا ما بعرفش اجري، ما رجليا لا، هات العكاز يا ابني، مش قادر امشي. ماشي بعكازه بيقف يا باشا. سلم هنا، لا خد تاني يا بن رمضان. كان افضل لعيب في الشوط الاول من وجهة نظري هو محمد علي بن رمضان على الاطلاق. بيسلم ويستلم، بيعافر على الكوره. لكن انت عندك حد تاني في المباراه بيعمل حاجه؟ لا طبعا. مروان عطية ده في مكان تاني لوحديه، عشان بس مروان عطية ده كوكبه، ده نجم من النجوم، ده ما حدش يتقارن بيه اصلا. تمام؟ هو اللي عطل الجناح بتاعه من الخطيب، مش عارف ستيفاو تقريبا او حاجه زي، هو ستيفاو هو الوحيد اللي قدر يوقفه. عطية الله لا مش موجود نهائيا في المباراه. عندك بقى لما تيجي
تبص ان النادي الاهلي يعني احنا ضحك علينا حرفيا زي ما قلت لك، سابونا الاستحواذ، وبعد كده الشوط الثاني احنا عارفين بعض ان الشوط الثاني هيدخلوا ويهاجموا بشراسه هجوميه، عارفين ده كلنا وكل ده متوقع. هل المدير الفني بتاعنا كان متوقع ده؟ لا، دخل يا باشا الشوط الثاني هوبا هدف عرضيه وسام ابو علي هو اللي حطه في مرمانا، ماشي عادي عديها. هدف تاني زيزو طبعا كوالينا فاول، انت بتاخد فاولات مش عارف تستغلها. الفاول العادي اللي خدته من قدام المرمى اللي المفروض مين اللي يعدل رجله ويشوطها؟ اللي يعدل رجله ويشوطها وسام او يحيى عطية الله بتاعتهم. زيزو يروح حطها في اللاعب هوبا ترجع تاني مرتده انفراد جول لنادي بالميراس الهدف الثاني. بعد كده النادي الاهلي تقريبا يعني كان في طبعا قال لك عاصفه ورعد وبرق وحاجات من كده، الماتش وقف نص ساعه. النادي الاهلي ذهب ولم يعد حرفيا. بعد الهدفين دول الاهلي ذهب ولم يعد. نازل بقى يا باشا بتبديلاتك الجميله، نزلت الشحات وقفشه لا الشحات نزل في الاخر، نزلت بيكهام وقفشه وبن شرقي وجرادي شار، ده في بدايه 60 دقيقه الثانيه بدايه بعد 60 دقيقه بعد ما الماتش توقف. نزلت دول عملوا لك حاجه؟ لا، بس قفشه او اللعيبه اللي نازله مش قادره تجري. قفشه نازل يعمل ميس باص بس، ما كنتش تنزل، هتنزل تعك في الملعب، هتنزل مش قادر يجري، والله ما قادر يجري، ما تنزلش. فاتضحك علينا، اتضحك علينا. المدرب المخضرم بتاع بالميراس قدر يكلفت اسمه ايه بتاعنا كمان ريفيرو. ولا يا جماعه احنا بصراحه عاملين ماتش واداء مش منطقي. وبعد كده بقى تيجي في التبديلات تطلع لي عطية الله وتنزل حسين الشحات. انت بتقول ايه سيادتك؟ انت بتتكلم في ايه؟ حسين الشحات لعيب كان كويس، لعب 5 دقايق كام 6 دقايق تقريبا، كان كويس، عمل شويه حلوين، لكن افضل لعيب بن شرقي. الشويه اللي نزل فيهم لا، افضل لعيب بن شرقي. انت كنت فين من زمان بقى كبن شرقي؟ كنت فين من زمان؟ عالدكه قاعد في المدرجات ليه؟ عشان عندك لعيب جامد، لعيب بياخد $. مين هو؟ تريزيجيه. فعشان كده تركب بن شرقي اللي انت ما لعبتوش اصلا، هتلاقيك ما شفتش لعبه، ما تعرفش لعبه. مدير فني ما يعرفش الاسلحه اللي عنده، ما يعرفش اللعيبه اللي عنده، فانت تبقى مدير فني ازاي؟ من وجهه نظر يا جماعه قبل المدير الفني ده يجي قلت عماد النحاس اكتر واحد يليق ان هو يبقى متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ولا تقول لي بقى خوسيه ريفيرو ولا مش خوسيه ريفيرو، ده نقطه لازم نقف عندها. وطبعا الفئه كلها تشيل الكلام ده لان احنا اتضحك علينا يا جماعه. مدير فني قال لك يا اخي لما لقيت ان انت دخل فيك هدفين، فين ردة الفعل؟ مفيش ردة فعل، مفيش. لما لقيت ان لعيبتك بدنيا وقعت في الشوط الاول، خلاص اصلا الشوط الاول احنا متنا، الشوط الثاني بدل بقى ونشط، لا مفيش نهائيا، مفيش. لا انا مش موجود، انا اتفقت ان انا العب ماتش واحد بس واطلع شوط واحد بس واطلع بالتعادل. هو ده اللي حصل مع النادي الاهلي. اللقطه بتاعت المرتده اللي جابوا منها الهدف الثاني، يعني دي انا مش دي كاسه، دي كاسه. محمد هاني بيجي على اللاعب، انت ايه يا عم؟ طب حله امسك اعمل اي حاجه، خد فيها اطرد، بس الهدف ده ما يجيش. اعمل اي حاجه، ما عملش اي حاجه، مفيش يا اخي. ادخل الدور بروسيه هتخلص الدنيا على طول واللاعب هتعدي والهدف مش هيجي. لا طلع يجي بقفش برجله. ايه يا عم انت بتقفش فراخ؟ انت لو بتقفش فراخ هتمسكها حلو، مش كده يا جماعه. لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى عندها شخصيه النادي الاهلي. فين شخصيه النادي الاهلي؟ وفين لما غابت شخصيه المدير الفني، غابت شخصيه النادي الاهلي. الشوط الثاني الجدع اللي هو اسمه ريفيرو مدرب النادي الاهلي المفروض يعني كان قاعد على الدكه في احباط. ايه الاحباط ده يا عم؟ الماتش لسه ما خلصش، انت عندك ايه؟ عندك 40 دقيقه 30 دقيقه بعد ما الماتش توقف، معاك 30 دقيقه كامله، انت مش تجيب فيها هدف ولا 2، انت تجيب فيها 5 اهداف. لا مفيش، مش داخل بالمنطق ده نهائيا. مش عارف كان بيقول لهم ايه في غرفه الملابس. احنا يا جماعه احنا محتاجين مدير فني عنده شخصيه،
يدخل يفزع في اللعيبه جوه. انتوا بتلعبوا في كاس عالم، لو مش هتطلعوا احسن حاجه عندكم جايين ليه؟ كنتوا اقعدوا في بيوتكم احسن. طيب وسام ابو علي زي ما قلت لك اختفى تماما في المباراه كلها عموما، ما كانش موجود. تريزيجيه برضه نفس الكلام. وزيزو. احنا ما عندناش شخصيه هجوميه اصلا، شخصيتنا الهجوميه في الضياع. وهاني يا جماعه، لا هاني انا بقول هاني بحالته دي كان يطلع احسن له خالد عبد الفتاح ينزل، والله كان هيبقى احسن من هاني بعد الكوارث والعك اللي هو عمله ده. دلوقتي بقى هنشوف بقى، وكده تقريبا بورتو كسبان ميامي. اخر حاجه كان 1-0. الفيديو ده بيتصور بدري بس هنزل لك متاخر شويه ان النت عندي فصل، كنت ناوي اطلع لك لايف لكن في مشكله عندي في النت، فيعني ربنا يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل. وطبعا لازم نفوز على نادي بورتو، ده حتما ولا بد ان انت تفوز على نادي بورتو. طيب ده حلقتنا النهارده، يعني ما تنساش انت تضرب اللايك بتاعك الجميل ده، من اخوكم ابو سعيد الذي يسعى جاهدا ليساعدك، وما تنساش ان انت تشترك في القناه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.